يعني الولد اللي بيركب الشمسية ده راح يسترزق وياكل عيش، يعني ازاي يمد ايده اصلا على واحده ويضربها فوق دماغها بالمنظر ده؟ انتوا عارفين ان الست دي معاها ولدين، ولد في اولى ابتدائي وولد في حضانه لسه داخل، وكانت مفروض ان هي ترجع من المصيف مبسوطه وفرحانه، وترجع في وسط ولادها، تحضر شنط ولادها وتحضر حاجات ولادها علشان توديهم المدرسه. بس للاسف ولادها رجعوا وهي ما رجعتش. هي رجعت بس بطريقه تانية خالص، رجعت في كفن، رجعت يعني متشاله. يعني مأساة جامدة جدًا. ناس كتير بتقول العيب على الأخ، إيه اللي خلّاه يرجع تاني يتخانق معاه؟ كان ولا أكنه سمع حاجة ومشي. طب إزاي يسمع شتيمة أخته بودانه ويسكت؟ فطبعًا الشهامة هنا خدته، فاضطر يعمل كده. هل ده النصيب، والّا هل ده عشان ربنا كاتب لها إن هي هتموت الموتة دي، والّا هل علشان هي ربنا كاتب لها تموت في المكان ده؟ يعني ربنا كاتب لها إن هي هتموت في المكان ده، أو هتموت الموتة دي، فيسبب الأسباب ويخلّي أخوها يتخانق مع الراجل أو يسمع الشتيمة ويرجع له تاني، والراجل من غير ما يشعر يضربها على دماغها؟ إزاي؟ أنا مش عارفة. فهنا القدر بيتدخّل. اللي أنا عايزة أوضّحه لكم في الفيديو دوّة، إن القدر طبعًا موكّل وكل حاجة، بس لازمًا ناخد حذرنا، ولازمًا نعمل اللي علينا، ونسيب كل الباقي لربنا سبحانه وتعالى، ولازمًا نحذر من الحاجات دي، لإن الشيطان بيتدخّل في ثواني. واللي عايزة أوضّحه كمان إن مفروض نستودع الله نفسنا وأولادنا ويومنا وأهالينا كل يوم. يعني كل يوم نقول يا رب استودعتك نفسي، استودعتك أولادي، استودعتك اليوم دوّة، استودعتك أهلي، وندعي ونعمل اللي علينا عشان الدعاء بيغيّر القدر. لازمًا ناخد بالنا من نفسنا، ولازمًا ناخد بالنا من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، عشان إحنا بقى المجتمع صعب أوي. المجتمع اللي بقينا عايشين فيه بقى صعب أوي، الناس بقت تتعامل بعنف، ما بقتش بتفكّر إن هي تتحبس والّا يتشنق والّا يحصل لها إيه. يعني اللي ضرب الست دي ضربها، ما فكّرش إن الست دي ممكن يجرى لها حاجة؟ ما فكّرش إن هي هتموت؟ ما فكّرش إن مستقبله هيضيع وإن هو يتحبس أو يتعدم؟ هي دي مشكلتنا.